مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مساءكم بكل خير وأهلا بكم ولقاء متجدد من داخل دار ضيافة جمعية رعاية مرضى الأورام بمحافظة كفر الشيخ. وكان لنا هذا اللقاء مع ضيفنا وضيفكم الأستاذ إبراهيم طلحة وكيل وزارة التموين سابقا وأحد أبناء محافظة كفر الشيخ. شعورك إيه وأنت شايف هذا الصرح؟ والله هو طبعا صرح عظيم جدا يحسب للأستاذ محمود توفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإحنا كلنا بنشكره على دايما فاعل خير وراجل محترم وبنحبه كلنا. مجرد ما بيبعت دعوة لأي حد مش ليا لوحدي، كل محبيه قريبين منه إن شاء الله. أبناء محافظة كفر الشيخ كانت في حاجة ماسة لمثل هذا المركز الصرح الطبي الكبير، وكان حلم كل مجلس الإدارة سواء الحالي أو السابق، كانوا بيحلموا بهذا الحلم وأصبح واقع. شعورك إيه كابن من أبناء محافظة كفر الشيخ وبتتوفر هذه الخدمة الهامة جدا لأبناء محافظة كفر الشيخ اللي هم محتاجين هذه الخدمة؟ والله احنا طبعا هذه الخدمة احنا فخورين بها جدا، وبندعو جميع القادرين على المساهمة والتبرعات في هذا الصرح العظيم. الكلمة اللي هتقولها لأعضاء مجلس الإدارة اللي بيبذلوا الجهد، وخصوصا دار الضيافة اللي احنا في افتتاحها النهاردة، دار ضيافة مجهزة بتجهيزات عالية جدا و5 نجوم وبالمجان. إيه شايفها ازاي من وجهة نظر حضرتك؟ الكلمة اللي بقولها ان ربنا يجعله في ميزان حسناتهم ان شاء الله. أستاذ إبراهيم طلحة، شكرا لحضرتك يا فندم. جزيلا يا فندم.